هذه الخريطة ستجنن شركة غارينا. نعم، ما تراه عيناك حقيقي. مرحبا بك في أغرب خريطة عرفتها لعبة فري فاير على الإطلاق. خريطة يمكنك أن تتحول فيها إلى حيواناتك الأليفة كالقرد أو النمر أو العديد من الحيوانات الأخرى، وباستطاعتك أيضا التحكم في حجم هذه الحيوانات من الصغير إلى الضخم، ويمكنك أيضا أن تتحول إلى وبعض الأشياء الأخرى الغريبة. ويمكنك أيضا قيادة شاحنة نقل السمك وهذه السيارات التي لم تتحرك أبدا. بل أكثر من ذلك، يمكنك الآن أن تتحول إلى طائرة الدرون وتحلق فوق سماء برمودا وتكتشف كل زوايا الخريطة من الأعلى. وإذا كنت تحب التحليق فهناك طريقة لتركب الطيور أو التنانين. ستحلق في السماء وستحس كأنك شخصية في المسلسل الشهير أبو سن. وتخيل هذا، تستطيع أن تتحكم في حجم جميع أعضاء جسدك، مثل أن تكبر رأسك أو تصغر قدميك أو تجعل يديك ضخمتين كأنهما من عالم آخر. والأجمل من ذلك أنك لست مقيدا بشكل واحد، بل يمكنك أن تتحول إلى شخصية كرتونية ساخرة، بل بإمكانك أن تصبح كأنك واحد من الشخصيات المضحكة في مسلسل وان بيس. وبالطبع كل هذا يمكنك القيام به مع أصدقائك، وتستمتعون بتجربة خارجة عن المألوف مليئة بالضحك والإثارة والمفاجآت في كل زاوية من زوايا الخريطة. ويمكنك أيضا أن تقوم بعمل مقالب طريفة في أصدقائك وتضيف إلى شخصيتك قدرات خارقة لا يملكها حتى أقوى الهاكرز، مثل أن يصبح مستوى دمك لا نهائي، وأن تكون لك القدرة على القفز لمسافات هائلة وسرعة خيالية، بل ويمكنك أن تصبح شبحا لا يرى. بالطبع كل هذا ستجدونه في هذا الهاتف الموجود هنا، فعندما تضغطون عليه سيعطيكم مجموعة من الخيارات المدهشة، مثل هذا الخيار الذي يمنحكم الفرصة لتجربة العديد من السكنات الأسطورية، مثل سكين الكريمينيل وسكنات أنمي ناروتو، والكثير من الأشياء الأخرى، مثل سكنات لبعض اليوتيوبرز في فري فاير. وهذا الخيار سيمكنكم من اختيار الحيوانات التي تريدون الطيران بها عن طريق الضغط مرتين على زر القفز، أو يمكنكم الضغط هنا للتحول إلى الحيوانات الأليفة مثل القرد أو النمر، وهنا يمكنكم اختيار الحجم الذي ترغبون به. وفي هذا المكان ستجد القدرات الخارقة التي يمكنك تجربتها كالقفز، السرعة، الاختفاء، عدم التعرض للضرر، دم لا نهائي، وحتى مهارة اختراق الجدران. هنا ستجد جميع الأسلحة المتطورة وجميع الأكسسوارات، وهنا يمكنك الانتقال إلى أي مكان في خريطة برمودا في رمشة عين. وهنا يمكنك الحصول على أي سيارة تريدها، وهناك سيارات معدلة بطريقة جنونية سأتركك لتجربها بنفسك. وإذا ضغطت هنا سيعطيك مجموعة من الخيارات، مثل هذا الخيار الذي يعطيك إمكانية التحكم في حجم أجزاء جسمك. وهنا يمكنك التحكم في الكاميرا. وهنا بإمكانك إضافة أشياء إلى الخريطة كالصخور والمباني. وإذا ضغطت هنا ستتحول إلى العديد من الأشياء كالسيارات وبعض التماثيل. وهنا ستجد قدرات أخرى كقدرة الرجل العنكبوت. وهنا يمكنك إضافة بعض الشخصيات والتحكم فيها كما تريد. أنا رخيص هنايا. وهناك العديد من الأشياء الأخرى في هذه الخريطة الغريبة سأتركك لتكتشفها بنفسك. وللدخول إلى هذه الخريطة كل ما عليك فعله هو الدخول إلى هذا المكان ولصق رمز الخريطة ثم الضغط على بدء. سأترك لكم في التعليقات 3 رموز مختلفة لنفس الخريطة، اختر ما يناسبك حسب عدد أصدقائك. وبعد الدخول انتظر قليلا ثم اضغط على الهاتف واكتب هذا الرمز السري، ومبروك عليك.
ولا تنسى أن تشارك صورة من داخل الخريطة في التعليقات لنرى من سيكون صاحب أغرب وأطرف صورة.